أعزائي مشاهدي جريدة المصرية، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية. وما إن الاحتفالات والطقوس والعادات التي يحملها المصريون في العادات التقليدية في جميع أنواع الأبخرة، نزلنا منطقة الموسكي وشارع المعز لكي نتعرف على أنواع البخور وكيفية استخدامه ومن أين كان هذا البخور. هنتعرف أكتر مع مسؤول في شارع المعز لدين الله الفاطمي، نتعرف معه أكتر على أنواع البخور. وزي ما حضراتكم شايفين المصريين والأجانب متهافتين على البخور في أكبر محلات وأقدم محلات مدينة ومنطقة الحسين، وهذا الذي أنشئ سنة 1940. هنتعرف أكتر على البخور من متخصصي من العطارين في سنتر العطارين، أقدم عطارين سيدنا الحسين الذي أنشئ سنة 1940. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت عايزين نتعرف على جميع أنواع البخور في ظل مناسبة السنة الهجرية. كل عام وحضرتك بخير وكيفية استخدامه. حضرتك تحكي لنا شوية عن البخور. هو البخور أنواع، في بخور بتوصل درجات، فيها أعلى درجات البخور بخور العود، والعود ده درجات كمان في العود. بيجي أصلا شجر اسمه شجر العود، وبعد كده في شجر اسمه شجر الصندل، برضو بيطلع منه خشب اسمه خشب الصندل، ده بخور. تمام. وفي بقى انواع البخور المصريه اللي هو البخور العادي، اللي هو ده بيبقى عباره عن حاجه اسمها عود كماري. عود كماري، العود كماري ده بيتطحن وبيتخدم، يعني بيتعمل بيتخدم، تحط عليه روايح وعطور، وبيتقسم بقى منه صندل، منه عنبر، منه ياسمين، منه مسك، منه عود. ده شايف البخور كده الوان ازاي؟ الالوان دي بقى في شبه حط عليه، في حبه البركه بتحط عليه، في مستكه، في جاوي، في حرمل، كل الحاجات دي بتتحط على البخور. ايه المناسبات اللي بيتاخد فيها البخور، او ايه العادات والتقاليد اللي هي بنحبها كمصريين قدامى للبخور؟ لا، هو دايما في بعض، يعني غالبيه الناس بيستخدموا البخور يوم الجمعه، بيحبوا يبخروا البيت يوم الجمعه، ده اغلب الناس. حتى البخور العيدان الغالبيه العظمى بيتبخروه يوم الجمعه. هو يعني موروث قديم جدا ان الناس تبخر البخور يوم الجمعه. تقريبا بيقولوا ان هو ساعات بيدخل في الشعوذه والدجل، هل هذا فكر صحيح بخبرتك؟ انا بصراحه لا اعلم، لكني انا لا اعتقد في البخور ده داخل بالشعوذه والكلام ده، بس هو في بعض يعني بعض الناس بيجي لها ايحاءات ان هو بينفع او بيضر او الكلام ده. طب هو بيدخل في إيه بقى؟ يعني بيدخل في ايه بالنسبه للمناسبات، يعني بمناسبه السنه الهجريه؟ هو مش مرتبط بمناسبات، البخور مرتبط، في ناس مرتبطه بيه بتبخر بيوم الجمعه، يوم الجمعه، لكن ملوش مناسبه معينه الناس تبخر. دي اللي واخد على انه يبخر بيحب البخور، وفي ناس ما بتحبش البخور، دي تبقى حاجه نفسيه. بيضيفوا عليه عين العفريت. ايوه، ما هو في عين العفريت ومستكه، جاوي، حرمل، شبه. وبعض الناس بيحطوا كزبره، الكزبره دي بيسموها تفاح الجان، تفاح الجان. ده بيزيد من رونقته وريحته ولا؟ لا، هو ريحته مش، الحاجات دي ريحتها مش حلوه، او مش ريحتها مش شرط ان هي حلوه جدا، مش حلوه قوي، بس هي مفيده. بعض الناس بتعتقد فيها ان هي بتعمل اثار حلوه في البيت. انت حضرتك في المجال ده من زمان؟ انا شغال هنا من 40 سنه. 40 سنه. هو المحل انا عرفت ان هو سنه 1940، صح كده المعلومه؟ تقريبا. يعني عندكم الخبره الكافيه في البخور ورائحته الجميله دي بتطلعوها ازاي؟ يعني عايز اعرف ازاي بتطلع الريحه الجميله دي من البخور. بص، هو البخور قلت لحضرتك من اول الكلام ان البخور بيجي فيه بخور اسمه بخور العود. العود ده اعلى درجات البخور. تمام. العود ده بيجي خشب، بيجي من بلد اسمها كمبوديا، وفي منه في الهند. وفي حاجه اسمها خشب الصندل، برضه بخور بخشب الصندل.
خشب الصندل ده شجر برضو بيطلع منه بخور. وفي بخور تاني اللي هو البخور اللبان. في لبان بيجي من عمان، اللبان ده بقى برضو في البخور جميل جدا. وفي منه انواع بيستخدموها كبخور كنائس، كبخور ايه كنائس. كنائس. اللي هو اللبان اللي في منه بيجي من اليمن، في منه بيجي من اللهم صل على سيدنا النبي، في منه بيجي من سلطنة عمان. ده اعلى انواع البخور اللي هو اللي بخروا بيه لبان بخور يعني. طب بالنسبه لاسعاره، اسعاره ايه؟ لا اسعاره غاليه، في انواع غاليه جدا، في انواع بتوصل بالنسبه لخشب العود في جرام بيوصل ل 50 جنيه. الجرام الواحد خشب العود بيوصل ل 50 جنيه. وفي انواع الجرام بتاعها ب 10 جنيه. افضل انواع الابخره اللي هو العود ولا افضل حاجه العود. العود. بيليه خشب الصندل، بيليه اللبان. انا بشوف بخور بتباع في علب، وبخور بتباع بالجرامات. ايوه، ما هو ده بيجي ده اصلا عباره عن انواع من العود بتروح بتيجي من دول شرق اسيا، وفي مصانع في السعوديه او في الامارات بتصنعها وتحطها في علب، يعني بتعيد تدويرها في علب. وفي منه بيعيد تدويره على طريقه معجون، بيعملوه على هيئه معجون كده، وبيتحطوا منه على النار على الفحم. طب ممكن في عجاله سريعه كده تورينا انواع البخور عندك وافضل طرق ليها لاستخدامها؟ هي البخور افضل طريقه. شكرا لكم على حسن متابعتكم. كان معكم الصحفي أنور عبد الحميد.